بياكل بطيخ وجبنة، كرمال الله اللي بياكل بطيخ وجبنة يكتب لي، بدي أعرف كيف بتاكلوا فواكه بالخبزة. كيف؟ بداية كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رحلتنا اسطنبول على مطعم الشيف عمر، وأخيرا كملوا الفيديو للأخير لتشوفوا التفاصيل بكل مصداقية، والأسعار رح تنصدموا فيها بالمطعم. وبما انه صرنا باسطنبول، استغلينا الوضع وزرنا بيت ابن عمي، يمكن ما زرناه من 3-4 سنين. تفاجأنا الولاد كلها كبرانة ما شاء الله. وبعدها انطلقنا من اسنيورت، غالبا كان اسم المنطقة اسنيورت، لبرج غلطة، حي غلطة. كنت حابة كتير ومتحمسة اني اشوف المكان اللي سمعت عنه العالم أحمد شلبي اسمه كان، يمكن ركب أجنحة وأول مرة بتنجح هيك عملية طيران، وطار من الطرف الأوروبي للطرف الآسيوي من البرج من فوق. هيك سمعت. مين بيعرف قصة البرج منيح يصحح لي بالتعليقات. من أول ما وصلنا على حي غلطة بلشت المعالم التاريخية تبين. الشغلات كتير حلوة ما شاء الله، إن كانت الأوتيلات اللي كنا نشوفها على التلفزيون من مسلسلات وغيره، شي بجنن. برج غلطة كان بنفسي كتير فوت لجوا شوفه من جوا، بس العجقة مو طبيعية والدور مدري لوين. كنت حابة أصور من فوق بما أنه هو ارتفاعه شي 67 متر. تخيلين المنظر من فوق قديش حيكون حلو، منظر اسطنبول. بعد منا انطلقنا للفاتح لنروح على مطعم الشيف عمر. احنا كنا لسه ما رجعنا لأنه كل الطريق عم ناكل حبشكلات وبسكوت وكيك وهي القصص، وفطرانين وطلعنا من البيت فطرانين، بس كان لابد اني بدي امرق على مطعم الشيف عمر. اكتبولي بالتعليقات شو انطباعكن عن الشيف عمر او عن طبخه. هلا اول اشي رح ورجيكن الاسعار يلي صدمتني، انه فعليا الاسعار جدا رخيصة بالنسبة طبعا لجودة الاكل واللذة يعني. عن جد الله يبارك له. ما شاء الله تعبان كتير على المطعم بالتفاصيل، يعني التفاصيل بتجنن. أنا ما قدرت صور كتير لأنه في عيال وفي ناس، ما حبيت صور. وهون وصل الأكل، طلبنا شاورما عربي وميني برجر لابني ووجبة كريسبي أنا وجوزي وابني فقط. طلعت فاتورتنا 950. يا جماعة شايفوا مرة بطاطا وهي على طريقة ابني. هو كان بده يصور فيديو وعم يدوق، مبين عليه قديش متحمس، يعني قديش بحب الشيف عمر. هلا بالنسبة لإلي هلا بالنسبة لإلي أنا حبيت الأكل، كان طيب، وأكتر الشي لاحظته إنه خفيف على المعدة، يعني قليل الزيوت، ما فيه زفر، نظيف. أكتر شي حبيته يعني نكهة الكريسبي، يعني كتير خرافية بتجنن. يمكن من سوريا ما أكلت هيك كريسبي. والشاورما فكرتها إنه مو عالسيخ، بصدور الدجاج كمان كان مبينة واضحة قديش نظيفة وطيبة يعني، وخفيفة. أهم شي إنها خفيفة، ما بتضايق، ما بتزنقك يعني. أنا كتير بحب فكرة إنه ابن بلدي ناجح، شي بجنن. ابن بلدي ناجح شي بقمة الفخر يعني.
بتمنى له كل خير. ما شاء الله كل شي كان بجنن. تمنيت نشوفه، تمنيت يكون موجود لناخد معه صورة أنا وابني، أو على الأقلية ابني قد ما بيحبه كتير. وكملنا مشوارنا بقلب الفاتح، ورحنا ما بنقدر ما نمرق على جامع الفاتح وناكل نابلسية ومدلوقة. وهون شوفولي المنظر وشوفولي الجبنة لوين عم توصل، عن جد خرافية خرافية. حاولنا ما نتقل بالمطعم، عرفانين عنا قائمة بس ما بنقدر يعني. والله خلص مشوارنا ونحن هيك يمكن زدت بهالنهار بس 5 كيلو. هاي مطعم الفقام، أخذ عقلي المطعم يا ربي. هاي جامع الفاتح. ما راح أصور لكم إياه من جوا لأنه أنا نزلت لكم فيديو بالعيد مصورته من جوا من برا. ما شاء الله من جد معالم سياحية ولا أجمل، وكل شي بالسوق بينشهى وكله بينحب. كنت بتمنى لو بمنطقتي في سوق سوري أو شارع سوريين، ما بدنا محل محلين مو أكتر. وعلوا الشيف عمر يعملنا فرع عنا بكوجلي. وعطر ليلاس أهم شي، كمان أخدت عطري المفضل. وطلعنا لناكل سلطة فواكه، أخدنا من عند أورانج اللي بيعرفوا كمان بالفاتح، كتير لذيذ وطيب. هلأ سلطة الفواكه كان حقها 350، والنابلسية والمدلوقة الصحن ب150، وعطري ب550. كان في عليه عرض كمان خصومات، واللي بياخد 2 يمكن عرض اللي بياخد 2 عفوا اللي بياخد 3 الرابعة مجانا بيحسبولنا اياها. وأكتر شخص بيزعل بهالمشوار هو جوزي يعطيه ألف عافية. أجمل قلبي شفته في الزمن ده انت حب حسيته قبل النهارده انت قلبي شفته في الزمن ده. وهلأ وأخيرا بعد مشوار طويل وسواقة طويلة وصلنا على كوجلي وكملنا سهرة عند رفقاتنا رفيق جوزي ومرته. 20 130 140 150 150 25 175 اكلين قديش؟ 325 اكلين محمد. نحن 175، انتوا اكيد 325 20 قد ايه؟ 25 325 اكيد 325 ليش طلع هلا قبل بشوي؟ عم توصل. ولعبنا كم دق شدة. طبعا ما في واحد فينا عم يعرف يحسب منيح، كل شوي بيطلع حسابنا شكل. وتوتة توتة وخلصت الحتوتة وخلص نهارنا الطويل. وبشوفكم بألف خير إن شاء الله بالفيديوهات الجاية. سلام.